تقريبا دي اول مره اكون محتار، مش عارف الموبايل ده حلو فعلا قيمه مقابل سعر ولا شركه بتضحك علينا. صراحه كنت متردد جدا اعمل الفيديو ده بس اتطلب مني، وحبيت اكون من اوائل الناس اللي يتكلموا عن الريلمي 14 برو بلس. ايوه نزل وبسعر ممكن يعجبك وممكن يزعلك في نفس الوقت حسب بلدك، وفي رايي المتواضع ده من افضل تصميمات الفئه المتوسطه، تحسه فلاج شيب في نفسه. وعشان اكون منصف هضيف معاه الريلمي 13 برو بلس ونشوف فيه تطوير فعلا ولا مجرد كلام. مستني ايه؟ اللايك والاشتراك اتعملوا خلاص، يلا نبتدي. بيقدم تجربة مقبولة مع المعالج الجديد سناب دراجون 7 اس جين 3 بدقة تصنيع 4 نانومتر. هو مقبول بين المنافسين بس في افضل منه، وعلى تقييم انتوتو وصل 833 الف نقطة، فرق عن ريلمي 13 برو بلس حوالي 200 الف نقطة. وطبعا عارفين انه كان بينزل بمعالج سناب دراجون 7 اس جين 2 ونازل بتردد 120 هرتز سريع وسلس في الحركة والتنقل، وخصوصا السوفت وير الجديد جميل. وفي الالعاب بيقدم تجربة مقبولة جدا مع معالج الرسوميات، وفي بابجي وصل للاسف 60 فريم بس، متوقع يوصل 90 فريم مع التحديثات. وطبعا مع تجربه صوت ستيريو هتعجبك جدا. ولو بصينا على الشاشه تلاقي فروقات واضحه وعيوب في نفس الوقت عن 13 برو بلس. مقاس الشاشه من 6 و7 انش بقى 6 و83 انش، حلو جدا. نسبه الشاشه لرسم الموبايل من 90.6% بقت 89.7%، تطوير بالعكس. الجوده اخيرا بقت 1.5K، متاخره قوي. والشاشه كيرف رباعي خفيف مش بتلاحظها في الاستخدام. واكتر حاجه ضايقتني هي السطوع، من 2000 شمع خلوه 1500 بس، مش عارف ليه بصراحه. لكن زي بعض من نوع اوليد وبيدعموا 1 مليار لون، وطبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس 7 اي، ودي طبقه قويه الى حد ما وبتحميه من الصدمات، فاقدر اقول انها شاشه مقبوله. والتصميم فيه شغل واضح جدا، وفي رايي هو افضل تصميم لموبايل متوسط في 2025، يحسسك انه فلاج شيب نضيف كده. وخصوصا اللون ده جميل جدا، والموبايل بالكامل ضد الصدمات والكسر بشهاده ريلمي، ونازل بكيرف من الظهر للفريم ومن الفريم للشاشه، يحسسك انه صغير ومريح في الاستخدام. والسمك قل شويه من 8.4 مللي بقى 8 مللي بس، حلو جدا على البطاريه الكبيره. والوزن من 190 جرام بقى 196 جرام، مقبول. مميز اكتر انه بيدعم مقاومه مياه اعلى، معيار اي بي 68 و69، مع تصميم فلاش ثلاثي جميل جدا ومناسب جدا للتصوير في الضوء المنخفض. وضافوا سنسور خاص بالالوان، ومع دعم شريحتين نانو 5G وواي فاي 6 بلوتوث 5 و2 NFC. والاجمل انه بيدعم الواجهه الجديده من ريلمي، وهي ريلمي يو اي 6 مع اندرويد 15 وتحديثين بس حسب اخر الاخبار. وطبعا مع ميزات الاي اي وضافوه في تحليل الصور بقى افضل كتير، وكل ده مع انيميشن جميل وسرعه في الحركه والتنقل سلسه جدا بمساعده المعالج والتردد والسوفت وير، افضل من الجيل القديم وبيديلك احساس انه شبه الايفون. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد. الكلام ده مش هوصيته كفايه كده. وتعالوا نشوف الكاميرات. وعندك 3 كاميرات زي ال 13 برو بلس باختلاف السنسورات. فعندك الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، ثانيه 50 ميجا بيروسكوب زوم مع مثبت بصري وبتدعم 3 اكس اوبتيكال ولحد 120 اكس ديجيتال، والاخيره والمعتاده 8 ميجا الترا وايد مع دعم الكاميرات لسنسور محسن للالوان وفلاش ثلاثي بتقدر تتحكم في الوانه واضاءته. وعشان اكون محايد وبدون اي تحيز هضيف معاه ريلمي 13 برو بلس ونبتدي التحدي. فرق واضح في التفاصيل والوضوح وتحليل الالوان، ركز كويس في الصورتين. مع 3 اكس زوم شايف 13 برو بلس افضل في التفاصيل والوضوح، مع 10 اكس زوم 14 افضل في الضوء والالوان لكن 13 افضل في الوضوح. مع 20 اكس زوم هسيبك انت تحكم مين الافضل وتكتبه في الكومنتات. 14 افضل في تفاصيل والوان الوش لكن 13 افضل في وضوح السماء ووضوح التيشيرت. في الالترا وايد 14 افضل كوضوح وتفاصيل لكن 13 افضل في وضوح السماء. فرق واضح وتفوق لصالح 14 في الضوء والوضوح لكن لون التيشيرت افضل في 13. في العزل بفضل 13، الضوء افضل ومش غامق زياده زي 14 برو بلس، والعزل يعتبروا زي بعض. هنا العكس تماما، 14 برو بلس افضل كتير كوضوح واضاءه والوان، و13 تحسه غامق ومش واضح كفايه. نفس الكلام 14 افضل بس واكل من الشعر شويه، مش عايز الكويس زي ال 13. هسيبك تركز في الصورتين وتقول لي انت شايف مين الافضل واكتبه في الكومنتات. 14 برو بلس افضل في العزل والوضوح لكن الضوء زياده على الوش، عكس 13 الضوء افضل. في النايت مود 14 برو بلس ممتاز جدا في تحليل الضوء والعناصر وده باين جدا في الكتابه. 14 برو بلس ظابط الالوان
الالوان والضوء والوضوح افضل من ال 13. هسيبك تركز في الصورتين وتقول لي انت شايف مين الافضل واكتبه في الكومنتات. ريلمي 14 برو بلس موضح تفاصيل افضل من 13، لكن المبنى منور زياده عن 13 برو بلس ومش هفضله. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو وهو بيصور 4K 30 فريم. 14 ثابت في الجري افضل كتير من 13 مع وضوح وتفاصيل افضل. بورتريه فيديو ممتاز جدا في الاثنين، بس اضاءه وتفاصيل 14 برو بلس افضل، وعازل كويس في الحراره. والسيلفي نفسها 32 ميجا بكسل ممتازين ويعتبروا زي بعض. نفس الفكره بس 14 افضل درجه. في العزل الاثنين ممتازين جدا، بس 14 واكل الودان. في النايت مود 14 افضل في الخلفيه، لكن الوش يعتبروا زي بعض. 14 افضل في الوضوح والتفاصيل. نفس الفكره بس 14 متفوق وموضح الشعر والوش افضل. هسيبك تركز في الصورتين كويس وتقولي انت شايف مين الافضل واكتبه في الكومنتات. وبيصور فيديو 4K 30 فريم. تحس 14 ثابت اكتر وتحسهم زي بعض في الضوء، لكن تفاصيل 14 برو بلس افضل درجه. البطاريه حصل فيها تطوير كبير من 5200 ملي امبير بقت 6000 ملي امبير، حلو جدا. البطاريه دي طبعا من نوع سيليكون كربون، افضل في الحراره واستهلاك الطاقه، وبقت منتشره كتير جدا في الموبايلات الجديده، وبتنزل باحجام اكبر لحد 7000 ملي امبير لو تفتكر زي الريلمي نيو 7، وبينزل بنفس الشاحن ال 80 واط. متوسط مده الشحن حوالي 50 دقيقه. متوفر بنسختين رام 8 و12 جيجا بتردد 3200 ميجا هرتز، ومساحه التخزين من نوع يو اف اس 3.1 وثلاث انواع 128 جيجا و256 جيجا و512 جيجا، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري. تعالى نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. عجبني المعالج الجديد والتصميم جميل جدا، لكن لحد الان ببجي لسه 60 فريم بس. عجبني تحمل الصدمات وحمايه الشاشه والجوده الاعلى، لكن ما عجبنيش الوزن، يعتبر تقيل لو بتستخدمه كتير. عجبني الكاميرات بشكل عام، لكن ما عجبنيش السطوع، نزلوه ما اعرفش ليه. وعجبني السوفت وير الجديد والفلاشه ومقاومه المياه. وسعر نسخه 12 مع 256 جيجا في الهند حوالي 406 دولار. ده لو وصل عندك قول 500 دولار، كتير عليه وعلى المواصفات. وهو ينفع في الاستخدام العادي، الشغل، التصفح، المشاهده، اقول لك اشتريه. لكن في الالعاب مش الافضل، في بدائل اقل وافضل منه، ومقارنه بسعره في بدائل افضل حتى في الكاميرات، فالتسعير هيكون عالي لو نزل في الوطن العربي. مش هفضله في البدايه لحد ما يظبطوا سعره، وقتها اقول لك اشتريه. ولو فكرت تشتريه خلي بالك من العيوب، مهم تركز فيها وتشوف مناسبه ليك ولا لا. ما تنساش اكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده اكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال. سلام.